حانت ساعة زفاف فتاة احتشمت وعفت، فتم الزفاف من بعد إذن الله. ودخل العروسان إلى منزلهما، وقدمت الزوجة العشاء لزوجها، واجتمعا على المائدة. وفجأة سمع الاثنان صوت دق الباب. انزعج الزوج وقال غاضبا: من هذا الذي يأتي في هذه الساعة؟ فقامت الزوجة لتفتح الباب، وقفت خلف الباب وسألت: من بالباب؟ فأجابها الصوت من خلف الباب: سائل يريد بعض الطعام. فعادت إلى زوجها فبادر يسألها: من بالباب؟ فقالت له: سائل يريد بعض الطعام. فغضب الزوج وقال: أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى؟ فخرج إلى الرجل فضربه ضربا مبرحا، ثم طرده شر طرده. فخرج الرجل وهو لا يزال على جوعه، والجروح تملأ وجهه وجسده وكرامته. عاد الزوج إلى عروسه وهو متضايق، الذي قطع عليه متعة الجلوس مع زوجته. وفجأة أصابه شيء يشبه المس، وضاقت عليه الدنيا بما رحبت. فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها. صبرت الزوجة وبقيت على حالها لمدة 15 سنة. وبعد 15 سنة من تلك الحادثة تقدم شاب آخر لخطبة تلك المرأة، فوافقت عليه وتم الزواج. وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء، وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع. فقال الزوج لزوجته: اذهبي فافتحي الباب. فقامت الزوجة ووقفت خلف الباب، ثم سألت: من بالباب؟ فجاءها الصوت من خلف الباب: سائل يريد بعض الطعام. فرجعت إلى زوجها فسألها: من بالباب؟ فقالت له: سائل يطلب بعض الطعام. رفع الزوج المائدة بيده وقال لزوجته: خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع، وما بقي من الطعام فسنأكله نحن. ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل، ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي. سألها: ماذا بك؟ لما تبكين؟ ماذا حصل؟ هل شتمك؟ أجابته والدموع تفيض من عينيها: لا. فقال: فهل أذاك؟ فقالت: لا. إذن فلماذا تبكين؟ قالت: هذا الرجل الذي يجلس عند بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل 15 عاما، وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا، فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده، ثم عاد إلي متجهما ضائق الصدر، ثم أظنه جن أو أصابه مس من الجن والشياطين، فخرج هائما لا يدري أين يذهب، ولم أره بعدها إلا اليوم. وهو يسأل الناس انفجر زوجها باكيا، فقالت له: وما يبكيك؟ فقال لها: أتعرفين من ذاك الرجل الذي ضربه زوجك؟ فقالت: من؟ فقال لها: إنه أنا. لا تبخل على الفقير في أي وقت، فربما ستكون مكانه. وتذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تدين تدان.